بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الأحمر في المونديال. عايز أقول أو عايز أبتدي بأني أبارك لزعيم آسيا النادي الهلال السعودي لصعوده للمرة الأولى في تاريخه وفي تاريخ الأندية السعودية لنهائي كأس العالم للأندية، عشان يكون ثالث نادي بعد العين والترجي لصعوده لنهائي كأس العالم للأندية. حقيقة أنا امبارح بصراحة الهلال على قدر ما فلامينغو كان داخل متكبر بعض الشيء، على قدر ما أخذ الدرس وتعلم إنه مش معنى إن أنت غلبت الهلال 3 قبل كده إن الهلال ما يقدرش يرد لك نفس القلم. الموضوع ما هو إلا كرة في الملعب، وبيدينا إحنا رسالة كنادي أهلي إن إحنا هنقابل الملكي ريال مدريد، سواء إذا كان بصفوفه مكتملة أو من غير، فهم 11 لاعب في الملعب. حتى البدلة ناس مش قليلة، يعني احنا لو بنتكلم في حارس المرمى البديل ده وقف كحارس بديل في 6 لقاءات، منهم 5 الريال ما اتغلبش، الريال فايز، ما فيش غير مرة واحدة بس اللي اتغلب الريال والراجل ده واقف، واتغلب 1-0 في الماتش الأخير من مايوركا. كامافينجا هيلعب بدل مندي في الباك الشمال، وما أدراك ما كامافينجا راجل كوير طول فارح، كورته على الأرض كويسة. عيبه الوحيد إنه هو لعيب قلب ملعب عمق، مش لعيب خط أو باك. ميليتاو هيلعب مكانه ناتشو زي ما حصل المرة اللي فاتت، في روديجير في بدل البديل 1 و2 و3 و4 في الريال، عشان خاطر يدوا المردود، وحتى لو كانوا أقل من الأساسيين لكنهم برضو ما زالوا الملك ريال مدريد. النهاردة برضو هنتابع مع دكتور محمد تاج الدين أدمن صفحة بالأرقام إيه اللي ممكن يحصل ما بين الفريقين، إيه اللي ممكن يعملوا الملكي عشان يخلص من المباراة بدري، وإيه اللي ممكن يعملوا الأحمر عشان يحافظ على نفسه وشباكه نظيفة لحين وجود فرصة للتقدم، زي ما تقريبا عمل الهلال مع فلامينغو. اتفضل يا دكتور. سعيد بوجودي معاك يا ابو حميد النهارده للمره الثالثه على التوالي، وان شاء الله بقى السلسله تكمل كده والاهلي يعملها النهارده ويحقق انجاز تاريخي ويقدر يتاهل طبعا على حساب الملك ريال مدريد لنهائي كاس العالم للانديه، لمواجهه طبعا الهلال بقى السعودي اللي حقق انجاز كبير جدا، واللي حابين طبعا يعني نبارك له ونشيد بالانجاز دوت، يبقى ثالث منتخب عربي، وباكد على كلامك طبعا يتاهل لنهائي كاس العالم للانديه. المباراه النهارده طبعا مباراه يعني مش سهله ايا كانت نتائج ريال مدريد في الفتره الاخيره، خسارته للسوبر وتراجع من نتائجه في الدوري مع الغيابات الكتيره جدا اللي بتضرب الفريق، سواء على مستوى الدفاع سواء على مستوى الهجوم طبعا، واهمهم كريم بنزيما، ولكن يبقى هو الملك ريال مدريد. ولكن برضو مش عايزين نبالغ قوي، ومش عايزين ننزل الماتش، ده شق مهم جدا، مش عايزين ننزل الماتش مهزومين نفسيا، لا لازم ننزل الماتش نبقى مورين، حتى لو احنا عارفين ان هم اقوى مننا او ان هم افضل مننا على المستوى التكتيكي وعلى المستوى البدني، لكن لازم يبقوا عارفين ان دول 11 لاعب قدام 11 لاعب. وجهة نظري ان اول ربع ساعه في الماتش هتفرق بشكل كبير جدا، وهيتحدد عليها المباراه بشكل كبير. ريال مدريد وجهة نظري ان انشيلوتي هيلعب على اول ربع ساعه، وهيلعب ان هو يستغل خطة لعيبه الاهلي، وان هو يهاجم، وان هو يضغط، وان هو يشكل خطوره. فعشان كده بقول لك ان اول ربع ساعه دي لو عدت، انا من وجهه نظري ان الاهلي لا ممكن نوصل، الاهلي يخطف جول، ممكن نوصل لوقت اضافي، يعني الماتش مش هيبقى سهل على ريال مدريد. لو تيجي تسالني التشكيله المناسبه ايه من وجهه نظري للاهلي اللي خد الماتش دوت، انا من وجهه نظري الاهلي يلعب 4-3-3 زي ما هو. في ناس بتقول لك الاهلي يلعب 5، الاهلي يلعب 5-4-1، لا 5-3-2، لا انا وجهه نظري ان الاهلي يلعب 4-3-3. الشناوي في حراسه المرمى، متولي وعبد المنعم 2 قلوب دفاع، هاني ناحيه اليمين، علي معلول ناحيه الشمال، 3 لعيبه ارتكاز في نص الملعب، ديانج على الدايره، رقم 8 حمدي فتحي على الشمال، رقم 8 التاني هو عمرو السولية، و3 هجوم حسين الشحات ناحيه اليمين طبعا عشان الفوت وورك والورك ريت العالي بتاعه، ونفس الكلام برضو محمد طاهر ناحيه الشمال عشان يقدم الدعم لجبهه علي معلول،
بيرسي تاو من وجهة نظري هو يعني لازم هو اللي يقود هجوم النادي الاهلي، لان هو اكتر اللعيبه، وده اللي واضح في ماتش سياتل الامريكي، من اكتر اللعيبه اللي بيبقى عندها ثقه، واللي هتقدر تنقل الفريق، واللي هتقدر تفيد الفريق بشكل خططي، ان الفريق يقدر يشتغل، ان هو يقدر يشتغل كمحطه، ويقدر يساهم في بناء الهجمه، ويعمل ربط بين الخطوط، ويساعدك على التحولات السريعه. انا اتكلمنا على نقط قوة وضعف ريال مدريد. يعني بص، عشان بس ايه، في نغمة كده، ويعني حد يوتيوبر كبير قوي سمعت له بس بدون ذكر اسماء، يعني يقول لك لا مفيش حاجة اسمها ان ريال مدريد عنده نقط ضعف. لا عادي، ريال مدريد عنده نقط ضعف، يعني هما ما هماش لعيبة يعني ما فيش، يعني كمال لله وحده. مفيش حاجة اسمها ان ريال مدريد قدام الاهلي ما عندوش نقط ضعف. لا، ريال مدريد اكيد طبعا عنده نقط ضعف، واكيد طبعا عنده نقط قوة. خلينا اكلمك على اهم نقط القوه. انا وجهه نظري مفتاح فوز ريال مدريد الماتش دوت، والعنصر المهم جدا لفريق ريال مدريد هو فالفيردي. يمكن انا شفت بعض التشكيلات والناس بتقول لك ان هو يلعب تشاوميني وكروس ومودريتش. ده اتمنى، يعني اتمنى ان هو يلعب بكروس مكان ويحط فالفيردي قدام، لكن انا ما اعتقدش كده. اعتقد ان هو هيهاجم اكتر، هيلعب بتشاوميني وهيلعب بمودريتش وهيلعب بفالفيردي كلاعب ارتكاز، وهيلعب باسينسيو ورودريجو. عشان في ناس تقول لك هيلعب بماريانو دياز، لا هو هيلعب برودريجو، وهقول لك ليه. عشان هيعمل حته تبادل في المراكز ما بين رودريجو واسينسيو، لاننا طبعا كلنا عارفين ان اسينسيو مع منتخب اسبانيا في كاس العالم 2000 اللي كان في قطر 2022 اشتغل شويه في حته راس الحربه الوهمي، ورودريجو بيعرف يلعب ناحيه ماركو اسينسيو كوينج يمين. فيعني اعتقد ان دي هتبقى الخطه 4-3-3. في ناس تقول لك ديفيد ألابا ولا كامافينجا. اعتقد هيبدا بكامافينجا، لان لسه ألابا راجع من الاصابه. فوجهه نظري ان نقطه قوه ريال مدريد طبعا اكيد فينيسيوس جونيور، ودور مهم جدا لمحمد هاني ان هو يحجمه. مش بس محمد هاني، لازم كمان عمرو السولية يميل عليه، وحسين الشحات يقدم الدعم ليه. فالفيردي مهم جدا، واعتقد لازم كولر يحط حمدي فتحي هو اللي قصاد فالفيردي، ويخلي ديانج يرحل معاه. وزي ما بقول لك تبادل المراكز طبعا بين رودريجو وماركو اسينسيو. وطبعا هنا لازم متولي وعبد المنعم يخلي بالهم كويس قوي، ويعرفوا يسلموهم ببعض بشكل كويس قوي عشان ما يسحبوهمش ويفضوا العمق. طيب طبعا اكيد لوكا مودريتش حدث ولا حرج طبعا، يعني واحد من افضل صناع اللعب طبعا على مستوى العالم، ودور مهم جدا برضو لعمرو السولية ولديانج ان هو لازم يقفلوا على لوكا مودريتش، ولازم ان هو يعني ما يستلمش باريحيه، ودايما يخلوه ظهر للجون، يحاولوا يعملوا معاه فاولات من غير يعني ايه ما ياخدوا انذارات. طيب ريال مدريد بقى نقط الضعف اللي هنتكلم عليها طبعا هي اكيد طبعا خط الدفاع. ناتشو وروديجر عندهم نسبة بطء بشكل كبيرة جدا. طبعا بعد إصابة إيدير ميليتاو اللي كان بيلعب ناحية اليمين، وجود كارفخال وجهة نظري طبعا نقطة ضعف بشكل كبير قوي. ولو طاهر قدر كمان يضغط عليه ويمنعه من بناء الهجمة بدري هتشكل معاه خطورة بشكل كبير. كامافينجا بيلعب لاعب نص ملعب، ان هو حته ان هو يلعب باك شمال، لو حسين الشحات برضه قدر يضغط عليه هيبقى عليها عامل مهم جدا. كمان تحركات طاهر وتحركات الشحات في الهاف سبيسز اللي ما بين قلوب الدفاع والاظهره، دي هتفرق معاهم بشكل كبير، لانه زي ما بقول لك هو بيبقى دايما فيه فاتحين قوي. وشفنا كمان ان ريال مايوريكا قدر يستغل الجزئيه دي في الماتش الاخير بشكل مميز جدا. فتحركات طاهر وتحركات حسين الشحات في الهاف سبيسز بين القلوب والاظهره هتفرق معاهم بشكل كبير قوي. واعتمادا على واحد زي بيرسي تاو ان هو ينزل يشتغل كمحطه، ممكن يسحب الاثنين قلوب الدفاع عشان يفضي العمق. بس فده كان وجهة نظري كده ونظرة عامة عن المباراة بشكل عام. التشكيلة الأنسب اللي الأهلي ممكن يبدأ بيها، التشكيلة المتوقعة اللي رجعت من وجهة نظر الفريق ريال مدريد، واستراتيجية الأهلي. وزي ما بقول لك أول ربع ساعة بوجهة نظري هي دي منعرج المباراة. بس فأتمنى إن احنا نكون فدنا الناس، وإن شاء الله كده يفضل وشنا حلو يقدر الأهلي يكسب إن شاء الله. كالعادة يا دكتور بتوفي وتكفي، بس المرة دي أنا حابب أسجل اختلاف سيكا صغير مع حضرتك. يعني أنا كنت أتمنى أن السولية وحمدي فتحي يلعبوا تحت الدايرة، وديانج هو اللي يضغط على لاعب زي تشاومني اللي هو مركز 6 في ريال مدريد، لأن تشاومني الفوتورك بتاعه عالي جدا وعايز لعيب عنده لياقة. فيا حمدي فتحي يا ديانج هو اللي يتولاه. والاثنين بدل ما بنلعب ب2 8 نلعب ب2 6، منهم واحد خلاق سواء السولية او حمدي فتحي،
يبقى ديانج مع فالفيردي مثلا، ويبقى السولية مع مودريتش، وديانج يضغط من قدام على تشاومين، عشان ده مفتاح لعب اساسي في بناء الهجمات في ريال مدريد. اما على صعيد ظهيرة الجنب في ريال مدريد، فلو كامافينجا ابتدى، ده من حظنا احنا، لانه راجل ما بيلعبش خط، اي نعم طويل القامة، لكن نقطة ضعف واضحة جدا. كارفاخال نفس الكلام، نقطة ضعف واضحة جدا. الماتش ده بتاع الشحات وطاهر، بتاع ناس عندها فوتورك عالي وقوة بدنية، تقدر تهابر مع الناس دي. بالنسبة لعزل خط هجوم الأحمر، أنا من وجهة نظر الشخصية الموضوع سهل إن شاء الله. علينا في إن احنا نوقف بس فينيسيوس، لأنه هو مفتاح اللعب الرئيسي في خروج ريال مدريد بالهجمة لمنطقة صناعة الفرصة. ومن وجهة نظري برضه هنحاول نلعب ميد ديفنس مش هاي ديفنس، لأنه المساحة هتبقى كبيرة جدا، وفينيسيوس بيحب الحاجات دي. وعلى الله التسهيل، يعني احنا ما بندعيش من الله غير ان احنا ان شاء الله نبقى ظهورنا كويس، واللعيبه لو واثقه في نفسها ان شاء الله باذن الله باذن الله سهل جدا نتخطى ريال مدريد. سعدنا بكم جدا، ويا رب يا رب يا رب النهائي يكون عربي. وان شاء الله باذن الله توقعاتنا تصدق في ان الاهلي يقدم مباراه ولا اروع ولا احلى ولا اجمل ولا اقوى، وان شاء الله باذن الله زي ما قلنا النهائي عربي باذن المولى. سعدنا بكم جدا، يا رب محتوى يكون عند حسن ظن حضراتكم. دمتم في امان الله.